قلت له قال لي تمام. قلت له يلا خلاص بعدك. وأنا شعره عن السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذه اليومين معنا ترند جديد وهو الجن وما أدراك من الجن والعياذ بالله. أكيد سمعتم قصة الشاب أحمد الصبيحي وهو مع الجن. طبعا هذا الشاب أحمد الصبيحي يعني كان في الجيش مناوب في الليل مناوب. المهم طلع له ثعبان، الرجال عش شخص له وقتل الثعبان ولا يدري انه هو جني. المهم بنفس الوقت ابو الجني وام الجني تلبسوا بالشاب واغمى عليه بنفس الوقت وفقد نفسه. المهم زملاء الصبيحي شافوا الرجال اغمى عليه فشافوا ايش المشكله ايش كذا ولا دروا ايش المشكله. المهم اعطوه اجازه اسبوع وروح عالجوه حاولوا معه جابوا شيخ علم. اخر شيء بعد ما قرأ عليه الشيخ العلم تبين انه متلبسين فيه جن. طبعا دخلوا في محاكمة وشريعة معركة حامية وطيس بين الجن والإنس. المهم الجن بعضهم قاموا مع اليمني، إن اليمني طبعا مش غلطان قالوا ابنكم هذا بلا تبع. المهم حاكم الجن وبعض الجن ضغطوا على أم الجن وأبو الجن قالوا لهم ابنكم بلا تبع وهو الغلطان وأنتم ما لكمش حق تتلبسوا بهذا الرجال المسكين واطلقوا سراحه. المهم بعد ضغط ومحاوله رغم ان الجن ابو الجن وام الجن يشتوا يقتلوه يشتوا خذوا حقهم حامين ما فيش عندهم امر حاميني. المهم بعد ضغط من قبل الجن ومن قبل حاكم الجن لمده 5 ايام وشريعه حاميه الوطيس بين الجن والانس تم العفو. المهم بعد معركه حاميه وشريعه حول 5 ايام بين الجن والانس بعد ضغط على ام الجن وابو الجن تم العفو عفو عن أحمد الصبيحي. المهم والرجال إن شاء الله الحين بخير وفي صحة وسلامة. المهم الرسالة في هذا الفيديو إنه لا تقتل شيء قبل ما تتعوذ منه، تعوذ منه بعدين خذ راحتك. المهم انتهت القصة وبحط لكم الفيديو للرجال أحمد الصبيحي عندما كان يتكلم وهو في غيبوبة شريعة ما شريعة وهو كان في غيبوبة. بحط لكم الفيديو وتحياتي لكم. هم أخذوا جملة بعض الشهود من الجن لكن قلنا لهم أنتم غير مصدقين، ثم أن الشهود هؤلاء هم من أهل المقتول وهذه الشهادة لا تقبل. وطبعا حصل حوار سنرسل إن شاء الله بعض من هذا الحوار. من هو كيلو واحد قال عمل قبيلته أنا مرزوق. قلت له قال لي تمام. قلت له يلا خلاص بعدك. وأنا شعره عن ساعتين ونص. أخي عاصي ذا أحمد عاصي يغلب السماع. طيب لحظة بقول لك أنا ليش ما تقبلوا يصلي؟ لا يصلي عندنا ما عندنا. حرام يصلي معانا. لا يصلي. ولا حرام ما توضأ كيف يصلي؟ إلا حرام يصلي معانا. والوضوء أي تبدأ معانا معي. لا وراك مسلمين يا شيخ لا تتهمنا باطل. تعلمتنا هذا الغيب. لا ما عليك. تعلم هذا الغيب. خلاص لا تتهمنا باطل. طيب أنتم مسلمين. الله يعلم إننا مسلمين. إيد الله. طيب لكن إيد الله إننا مسلمين. أنا أريد يصلي صلاة ظاهرة في المساجد. أيوة صلاة في المساجد تمام. أنا جوب. أنت اليوم تمام عجبتني أنا خليتين صح؟ والله بننام لما بضح. باقي حاجة ثانية. إيه. خليه يصلي. لا تضيق عليه ولا توجعه والأذكار خليه يذكر الأذكار. تمام؟ ما هو يقرأ الأذكار يصلي. أيوة. تملك. أوصل. أيوة تمام. توعدني واحد. أيش إنه؟ واحد منك أنت. أيوة. إنه ما يأذيني. إذا ما آذيته ما يأذيك. عاصي مجرم قتل ابني بدم بارد. يا أخي خوف. بس عندنا قانون إلهي نحن. إيش هو؟ قانون إلهي عندنا. إيش القانون اللي عندك؟ النزاع ماشي نآذيه. هذا عندنا أي واحد يآذي من عندنا معشر الإنس قتلوه مسموح. سامحني في الدنيا وآخرة سامح. يعني سامحت في الدنيا وآخرة. سامحت في الدنيا وآخرة. بريت مني. حرام نسامحه. ولو يشتي يكونوا العالم لو يشتي عالم. لا دقيقة. حرام يشتي يكونوا العالم. ما يشتي. خلي له حاله والله. اي بالله يا شيخ اني خليت له حاله ما اذيته. تمام. انه قوي يا اخي. طيب ليش ايش منتظر؟ ربطت سلاسله. ايش منتظر المحكمة؟ المحكمة الان. ايوه. قال احمد بعد بكره. انا كلمت اليوم قلت له يا احمد لا خليه اخر اليوم. قال بعد بكره. خليني لما ارتاح وافكر وذا. ايش يفكر ذاك؟ ايش في راسه هذاك ايش؟ طيب ايش تتوقع لحظات؟ تتوقع ايش صدور حكم ايش؟ تتوقع؟ انا اتوقع انه صدر فراق بيفرقوه له. بس انا ما اشتيها شيخ
مش هذه لا اسمع حرام يا شيخ من هذه والله هذا حرام من هذه هذا والد هذا ابوه ما يرضى ابدا ما يرضى ابدا مش راضي انت؟ اي بالله ونعم فيك انك ذيب ابن خذيب والله نذير ابنك هذاك يا خاف الله ايش من عيون ذاك خلاص اتفقنا على ايش اتفقنا؟ بعد الحكم هذا تمام ايه اذا طلع افراج تخرج عنه تمام واي حكم يطلع بس تنبه بس يا شيخ انت بشايف عما يقول قال باجيكم يا جبل الدر قاتلكم كلكم قال اذا تم الافراج عليه افراج عنه تمام خلاص سامع هذا والده بيضمن انا بضمن هذا ابوه بيضمن انا بضمن ايوه انه ما يعتدي عليه ما يعتدي عليه يا شيخ اقسم لك بالله اقسم لك بالله انه قاتلنا كلنا انه مجرم لا اقسم لك بالله انه قاتلنا كلنا مجرم ذاك اسمع بقول لك انتم ما تؤالوا وما اصلا ما يشوفكم ابدا ما يشوفكم ماشي خاف مننا ماشي وانا ما يخاف مننا ما يخاف صباح يعصب الراس ما له والله ما يخاف خاف الراس اقسم لك بالله يا شيخ من آلاف السنين القبيله كم مسكنا آلاف ناس ايوه يا اخي واحد يموت فجأة ايوه وواحد يبوس في نهار بالله عارقه ويبكي ايوه حتى يضحك عليه هذا ماشي لا في ذرة حتى خوف في كثير اذيتم كثير من العلماء هذا هنا حرام من ضمن الكم هو لا من ضمن ال11 حرام بس حرام حتى المركز الاول ايوه اضيع انا خاف الله مش في ذرة خوف ذا بعدين انا اشتي بيجي فيه الخوف بيجي فيه الندم انه ماشي نادم ماشي يندم ما يندم اصلا ما عمل شيء حرام ايوه هي هذه هي الكلمه الان اللي تفجعني اللي مش عملت حاجه حرام ولا لو عملت ثاني بنغاف بس والله واثق من نفسه واثق من نفسه ما غلطان طبعا جات على طريق وحش خوفته